المتعوس متعوس ولو حطوا على راسه فانوس. ايه حكاية المثل ده؟ وايه دخل الفانوس في الموضوع؟ تعال اقولك الحكاية. كان في اخين، واحد غني والتاني فقير. الاخ الغني كان بيحب اخوه جدا وكان عايز يساعده باي شكل، لكن الفقير كان عنده عزة نفس وكرامة وكان بيرفض المساعدة. فالاخ الغني فكر انه يساعد اخوه من غير ما هو يحس. في يوم فكروا انه يعزم اخوه عنده في البيت، وهو كان عارف ومتأكد ان البيت بتاعه ملوش غير طريق واحد بس اخوه لازم هيمشي فيه. فالاخ الغني فكر بسرعة وقام حاطط كيس فيه فلوس على الطريق ده، وساب الكيس ده تحت فانوس علشان يبقى منور واخوه يبقى سهل عليه ان هو يشوفه. لما وصل الاخ الفقير عند اخوه البيت ما تكلمش في اي حاجة خالص ولا جاب سيرة الفلوس. فاخوه استغرب وسأله: انت ملقتش حاجة وانت جاي في الطريق؟ رد عليه وقال له: لا. سأله تاني: يعني انت ما شفتش كيس فيه فلوس؟ رد عليه برضو بنفس الإجابة وقال له: لا. أخوه اتجنن وقال له: ازاي؟ ده كان فوقيها فانوس. قال له: لا، ما شفتش حاجة. قال له: على فكرة النهاردة بالذات أنا قررت أراهن نفسي واشوف هعرف أوصلك وأنا مغمض عينيا ولا لا. ايه رأيك فيا بقى؟ قال له: رأيي المتعوس متعوس ولو حطوا على راسه فانوس.